طلعنا من زوج وزوجة واثنين وثلاثة من الأبناء، الأسرة بالكامل في لحظة انهيار زي ما حضراتكم شايفين. للأسف الشديد جميع الأسرة وأبناء مركز الإبراهيمية وأبناء محافظة الشرقية في حالة صراخ وبكاء على فقدان الأسرة اللي راحت بعد نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية كانوا بيسكنوا فيها بمنطقة شبرا مصر. طبعا الزوج والزوجة وثلاثة من الأولاد اتوفوا في الساعات الأولى من صباح أمس نتيجة نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية كانوا بيسكنوا فيها بمنطقة شبرا مصر. للأسف الحزن خيم على جميع أبناء محافظة الشرقية وبالأخص أبناء مركز الإبراهيمية منذ تلقيهم خبر وفاة أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة وثلاثة من الأبناء. زي ما حضراتكم شايفين بيتم الآن طبعا دخول الجسامين إلى المسجد. يعني الأم في حالة صراع وبكاء، والأولاد طبعا كلهم في حالة صراخ وبكاء على فقدان الأسرة. الأسرة طبعا بالكامل في حالة صراخ وبكاء على فقدان أسرة كاملة مكونة. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني انهيار شديد بين جميع أبناء مركز الإبراهيمية في حالة حزن شديد على فقدان هذه الأسرة المكونة من 5 أفراد، زوج وزوجة وثلاثة من الأولاد. يعني زي ما حضراتكم شايفين انهيار الأسرة بالكامل. يا باشا حضراتكم شايفين يعني انهيار أهالي الأسرة اللي اتوفت في الساعات الأولى من حضراتكم شايفين الأسرة بالكامل في حالة صراع. يعني نسأل الله يا رب أن يصبر قلوبهم. ربنا يرحمهم يا رب ويصبر. حضراتكم شايفين بيتم الآن إقامة صلاة الجنازة على الأسرة اللي توفت في الساعات الأولى من صباح أمس. طبعا منذ طبعا نشوب حريق داخل الشقة السكنية اللي بيسكنوا فيها بمنطقة شبرا مصر. في الساعات الأولى من صباح أمس نشب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة شبرا مصر. كان بيقطن في هذه الشقة 5 أشخاص مكونين من زوج وزوجة وثلاثة من الأبناء. للأسف حدث ماس كهربائي داخل الشقة السكنية. نتج عن هذا الماس الكهربائي نشوب حريق تسبب في وفاة 5 من أفراد الأسرة. لم ينجى من هذا الحادث إلا الفتاة الكبرى لوالدها ووالدتها فقط، وباقي الأشخاص رحمة الله عليهم توفوا مكونين من زوج وزوجة وثلاثة من الأولاد. لما حضراتكم شايفين جميع أبناء مركز الإبراهيمية خمسة من أبناء الأسرة كلهم طبعا زي ما حضراتكم شايفين جميع الأهالي في حالة حزن شديد على فقدان هذه الأسرة اللي راحت بشكل مفاجئ نتيجة حريق نشب داخل شقتهم السكنية اللي بيقيمون فيها بمنطقة شبرا مصر. حدث هذا الحريق بسبب ماس كهربائي داخل الشقة السكنية. طبعا للأسف نشب حريق هائل داخل الشقة السكنية. عقب هذا الحريق طبعا النجا من هذا الحادث هي الفتاة فقط.
حزن شديد وبكاء داخل بين أبناء مركز الإبراهيمية وجميع أبناء محافظة الشرقية. طبعا عقب تلقيهم خبر وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص، زوج وزوجة و3 أبناء. للأسف الشديد الأبناء مركز الإبراهيمية بالكامل في حالة حزن شديد وصراع على هذه الأسرة اللي راحوا بشكل مفاجئ. رحمة الله عليهم يا رب. الأسرة توفت بالكامل مكونة من زوج وزوجة و3 أولاد. ولم ينجى من هذا الحادث الأليم إلا فتاة تبلغ من العمر 13 عاما. حضراتكم شايفين الآن بيتم إقامة صلاة الجنازة على المتوفين رحمة الله عليه. يتم الآن إقامة صلاة الجنازة. يتم الآن إقامة صلاة الجنازة على جثمين المتوفين رحمة الله عليهم. السما بتعيط، السما بتعيط. الأطفال مش لهم ذنب. ربنا مجرم الجو يا رب. ربنا فوق الجو يا رب. انتوا قرايبهم ولا جيران؟ انتوا قرايبهم ولا جيران؟ ايوه قرايبهم. احنا قرايب، ده اولادنا، اولاد البلد. كلمينا على الأستاذ حيين جايين ميتين. كلمينا على الأستاذ جيراننا يا حبايبي رحمة الله عليه. كلمينا عنه وعن أخلاقه وعن صفاته يعني. زي الفل ورشته زي الفل، وابني بيشتغل عندهم والحلو كله بعتهم مرتضى الله يرحمه هو وعياله. قولي لنا يعني مين قال لكم على الخبر؟ عرفت الخبر امتى؟ عرفنا من بالليل. عرفنا من بالليل. ايه يا ولاد؟ ايه احمد ده عمي مات يوم. احمد ابو السيد من ابراهيم. ابني. قولي لنا استقبلتوا الخبر ازاي يعني؟ ما سمعنا بالليل، سمعنا الخبر كان ما كنتوش مصدقين لما عرفتوا؟ ما كنتوش مصدقين لما عرفتوا طبعا؟ لا مش كنا مصدقين، كلهم مره واحده من الابراهيميه. هم بيتهم عند الجامع، ادي جامع وادي جامع. هو يجوا في الجامع هنا الجريم. قولي لنا يعني، قولي لنا هو راجل كان طيب، كان محترم، كان بيقدم خير للناس، كان بيقدم خير وبيعمل حلو كله. أمه بتموت. ربنا يصبرها يا رب. ربنا يصبرها. أمه خلطانة. ربنا يصبرها. ربنا يصبرها. نجار يا حبيبتي، فتح ورشة نجار، وابن عنده كان بيدينا الحلو كله، بيبعت لنا الحلو. مرتضى، اسمه مرتضى، كان بيبعت لنا الحلو كله. ربنا يرحمه يا رب ويصبره. زي ما حضراتكم شايفين يعني الأسرة. أنت تعرفي الأستاذ مرتضى رحمة الله عليه؟ قولي لنا عن، تعرفيه هو قريبك ولا جدك؟ شغال معاه في ورشة نجار، وكان أسلوبه كويس جدا ومحترم وراجل جدع، ومراته على كلام جوزي لأن أنا ما أعرفهم كانت ست محترمة وعياله كلهم غلابة وأطفال كانوا حنينين. يمكن جوزي أول ما عرف الخبر ما قدرش يستحمل، بيقول لك لا عيل طفل يا حبيبي كان حنين جدا، ينزل يتكلم معاه مش وحش وكريم بس الناس اللي في مصر وحشة. لا هو بس لا قدر ربنا. صدقيني هو قدر ربنا. واحد نازل بيقول لهم انقذوني يجروا معاه، بيقول لك بقى يجروا خايفين من الله. ده قدر ربنا اللي الحريق نشب بشكل مفاجئ وسيطر على المكان. وسيطر على المكان غصب عنه. اكيد مسافه قريبه صدقيني، هو حدف مسافه قريبه وبيطلع. ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه ويرحمه. الله يرحمه يا رب ويصبر ابن بلدنا حبيبنا، ابن بلدنا. زي ما حضراتكم شايفين يعني الحزن بيسود على جميع ابناء مركز الابراهيميه عقب تلقيهم خبر وفاه ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. زي ما حضراتكم شايفين يعني جميع ابناء مركز الابراهيميه في حاله حزن شديد على فقدان. زين يا بعد. لا والدتنا لا قاعده دي حبيبتي، وبنته دخلت الجيش. شايفين يعني في حاله صدمه كبيره شديده، خلي بالك شايفينها.
الأم حالة صدمة كبيرة على فقدان ابنها. كان مكلمها الساعة 2 بالليل، هي حكت كان مكلمني قبلها الساعة 2 بالليل. ربنا يرحمه يا رب. آخر مرة كنتوا شايفينه امتى؟ كنتوا بتشوفوه؟ أنا ما شفتوش لأن جوزي هو اللي كان شغال. ربنا يرحمه يا رب ويصبر قلبها. الأم حضراتكم شايفين مصابة بحالة انهيار وصدمة كبيرة جدا. نزليني كده يا حاجة معلش يا أستاذة. صدمة كبيرة طبعا تلقاها جميع أبناء مركز الإبراهيمية عقب تلقيهم خبر وفاة أستاذ مرتجى رحمة الله عليه وزوجته وأولاده الثلاثة. للأسف الشديد حزن شديد بيخيل حزن طبعا بيخيم على جميع أبناء مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية بالكامل بحالة حزن شديد على فقدان أسرة الأستاذ مرتجى رحمة الله عليه. كلهم في حالة حزن شديد. الأسرة يعني منهار. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني زي ما حضراتكم شايفين الأسرة في لا والله لا مش شارع. لا إله إلا الله. لا إله وإنا إليه راجعون. يعني زي ما حضراتكم شايفين الأسرة في حالة انهيار طبعا على فقدان الزوج والزوجة والثلاثة من الأبناء. كلهم في حالة انهيار كامل. يعني زي ما حضراتكم شايفين وأشقاء وبنات في حالة انهيار. ودعوا أخوهم وزوجته وثلاثة من أولاده. الأسرة بالكامل توفت في الساعات الأولى من صباح أمس. كانت صدمة كبيرة طبعا زي ما حضراتكم شايفين ليهم. يلا يا جماعة يلا بقى. كل واحدة بتبصها بتعيط. ما خلاص زي ما حضراتكم شايفين الأسرة حالة صدمة كبيرة. الأسرة طبعا في حالة انهيار تام طبعا عقب تلقيهم خبر وفاة الزوج والزوجة وثلاثة من الأبناء راحوا ضحية اختناق طبعا نتيجة حدوث ماس كهربائي داخل بيقطنوا بها بمنطقة شبرا مصر. للأسف الشديد حزن شديد وبكاء سيطر على جميع أبناء مركز الإبراهيمية. زي ما حضراتكم شايفين جميع أبناء المركز حزن شديد. عايزة مين؟ منتظرين لحظة خروج جسامين الأسرة من المسجد بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم. رحمة الله عليهم يا رب. ربنا يرحمهم. الأسرة بالكامل توفت مكونة من زوج وزوجة وثلاث أبناء. لم ينجى من هذا الحادث الأليم إلا فتاة تبلغ من العمر 14 عاما. ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة. ربنا يرحمهم يا رب ويصبر. حسرة كبيرة. قلت لها حسرة كبيرة يا حبيبتي. تصبر قلبي. النبي تحققنا البلد يا هدنا بلدنا.
بيتم الآن إقامة صلاة الجنازة على رفض يا رب يا رب فرج قلبها يا رب. بيتم الآن إقامة صلاة الجنازة على الأسرة الكاملة المكونة من الزوج والزوجة والثلاثة من الأبناء اللي توفوا أمس في الساعات الأولى من صباح أمس نتيجة حدوث ماس كهربائي داخل شقة سكنية بيدخلوا فيها بمنطقة شبرا الخيمة. الماس الكهربائي تسبب في نشوب حريق هائل أصيب الأسرة بالكامل باختناق تسبب في وفاتهم رحمة الله عليهم. الأسرة من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وصلوا منذ قليل، والجسامين الآن داخل مسجد حفيظ بمركز الإبراهيمية. بيتم الآن إقامة صلاة الجنازة عليهم ليتم تشييع الجنازة إلى مسواهم الأخير في مقابر العائلة رحمة الله عليهم. يعني زي ما حضراتكم شايفين جميع أبناء مركز الإبراهيمية في حالة حزن شديد على فقدان الأسرة الكاملة اللي راحوا ضحية الحريق اللي نشب داخل الشقة السكنية اللي كانوا بيقطنوا فيها بمنطقة شبرا الخيمة. يا رب ترحمهم برحمتك يا رب يا رب يصبرهم على فراقهم يا رب يصبرهم على فراقهم يا رب. لم ينجى من هذا الحادث الأليم غير الفتاة الكبرى اللي بتكبر أخواتها الثلاثة عمرها 13 سنة. هي الوحيدة اللي نجت من هذا الحادث، وهي الآن داخل المستشفى بتتلقى العلاج اللازم. نسأل الله أن يتم شفائها على خير يا رب. ولكن زي ما حضراتكم شايفين جميع أبناء مركز الإبراهيمية أمام مسجد حفيظ بيقيموا صلاة الجنازة على الأسرة المتوفية رحمة الله عليهم. الله يصبرك إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يصبر قلبها يا رب. يعني الأم في حالة هستيرية من البكاء وإصراخ على فقدان نجلها وزوجته وابنائه الثلاثة رحمة الله عليهم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا يرحمهم يا رب ويصبر. لا إله إلا لا إله إلا الله
حبيبي انت وحيالك يا سواد علينا بقى سواد زي ما حضراتكم شايفين جميع أبناء مركز الإبراهيمية في حالة حزن شديد على فقدان الأسرة اللي اتوفت في الساعات الأولى من صباح أمس نتيجة نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بيقطن فيها بمنطقة شبرا مصر. بيتم الآن تشييع الجسامين إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة رحمة الله عليها. كله جلال